تسأل تقول يعني في دعاء ذكرته وهو اللهم، ومن ضمن اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال، تقول ما معنى قهر الرجال؟ أختي الفاضلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مرة المسجد فوجد رجلا في المسجد يقال له أبو أمامة، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام من جلوسه، فقال ما الذي أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة، يعني غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. إذا أنت أصبحت، قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال. قهر الرجال يعني غلبة الرجال، فالإنسان يصيبه القهر ويتألم حينما يغلب من الرجال، والمقصود أن هناك تسلط عليه بغير حق، تسلط عليه بغير حق، إما أخذ ماله، إما أخذ شيء من اختصاصاته، إما الاعتداء عليه بضربه على بدنه، إما بالجناية عليه أو على أهله، ويكون عند الإنسان قوة وقدرة، مثل بعض النساء المكسورات الجناح الضعيفات يتسلط عليهن بعض الأزواج الظلمة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك كل امرأة تسلط عليها رجل ظالم تكثر من هذا الدعاء، تستعيذ بالله جل وعلا من أن تتعرض لقهر الرجال. فبعض النساء مظلومات مقهورات من قبل رجال استضعفوهن. ليش؟ هي يتيمة، ما عندها أهل، ما عندها إخوان، ما عندها نصير إلا الله عز وجل، فيأتيها هذا الظالم من هذا الباب، ولذلك هي تلجأ إلى الله عز وجل. ومن لاذ بركن الله فقد لاذ بركن شديد، من لاذ بركن الله واحتمى به فلقد لاذ بركن شديد بإذن الله، والله جل وعلا معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. فالمقصود يا أخت الفاضلة قهر الرجال هو تسلط وغلبة الرجال على الآخرين أو على النساء، هذا المقصود. وطبعا أحيانا بالمناسبة يكون هناك قهر النساء، وهذا أشد من قهر الرجال، ولذلك هذا على الغالب قهر الرجال. هناك قهر النساء، وهذا ما ذكر في الحديث. لماذا؟ لأنه نادر، الغالب أن الرجال هم يقهرون، ولذلك قهر النساء أشد من قهر الرجال. فبعض النساء قد تتسلط على زوجها، في من النساء الظالمات امرأة ظالمة، امرأة حديدية مثل ما يقولون، ظالمة تظلم زوجها وتؤذي زوجها، وزوجها صاحب خلق وصاحب دين ويريد الستر، وهي ظالمة تخرج من البيت من غير إذنه، تتسلط عليه بالكلام السيء بالسب والشتم، موجودات، نسأل الله السلام والعافية. هذا قهرهن أشد من قهر الرجال على الرجال أو على النساء، نسأل الله السلامة والعافية.